لا تريد أن تتبع نظاما غذائيا، ولكنك تريد أن تفقد وزنك، وأنا أراه برأيي أنه أفضل من عدة أنظمة صارمة تجعلك تملها بعد فترة من الالتزام. الحل هو اتباع يوم صحي نظيف، وهكذا سوف تستطيع أن تجعله نمط حياتك إلى الأبد، وتجعل جسمك يصل بهدفك وأنت تتقدم بالعمر. وهذه أهم نقطة. سوف أتحدث اليوم عن كيف تنظم أكلك وتجعله نمط حياة على المدى البعيد، ولا تتركه ولا تمله. إليك بعض الأمور التي يجب اتباعها وتجعلها نمط حياتك، ولكن أريد منك أن تضع إعجابا كمكافأة لقناتنا الصغيرة، وإن شاء الله معكم نكبر ونتطور وتستفيد وتغير نمط حياتك ونكون السبب في ذلك. نبدأها بتحسين طريقة الطهي. استخدم طرق طهي صحية مثل الشوي، السلق، أو الطهي على البخار بدلا من القلي. تجنب إضافة كميات كبيرة من الزيوت والدهون غير الصحية. فمثلا إذا أردت أن تأكل بيضا مقليا، قلل من كمية الزيت إلى نصف الكمية التي تستخدمها عادة. وكذلك لا يجب الالتزام بنوع معين من الخبز، بل أكل المتوفر في البيت، ولكن اجعله نصف رغيف بدلا من كامل. اختر الدهون الصحية. استبدل الزيوت المهدرجة بزيوت صحية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، وتناول الدهون الصحية من مصادر مثل الأفوكادو والمكسرات. وإذا كان ذلك خارج إمكانياتك المادية، استبدله بالسمن الحيواني أو الدهن الحر أو الزبدة، ولكن بكمية قليلة. تناول الماء بانتظام. تأكد من شرب كميات كافية من الماء يوميا، إذ يساعد الماء في تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع. وكذلك يمكنك شرب كأس من الماء قبل وجبتك إذا كنت لا تستطيع التحكم بشهيتك. التحكم في السكريات المضافة. حاول تقليل تناول السكر في المشروبات والحلويات، واختر بدائل طبيعية مثل الفواكه. على سبيل المثال، إذا كنت تريد أن تتناول الشاي، ضع نصف كمية السكر التي تضعها عادة، أو اشربه بدون إضافة السكر مع تناول حبات من الزبيب، أي استبدل السكر المكرر بالطبيعي. كافئ نفسك بذكاء. اسمح لنفسك بالاستمتاع بأطعمة مفضلة بشكل معتدل دون الشعور بالذنب، فهذا يساعدك في الالتزام بعادات صحية على المدى البعيد. على سبيل المثال، إذا كانت لديك مناسبة أو وجدت أمامك في البيت معجنات أو حلويات، يمكنك أن تأكل ولكن بحدود معقولة وألا تتجاوز احتياجك، بحيث يجب القيام بعمل أو مجهود بسيط لكي تحرق جزءا منها وتنشط الدورة الدموية حتى إذا كان ذلك في اليوم التالي. تناول الأطعمة الطبيعية. ركز على الأطعمة غير المعالجة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون. قلل من تناول الأطعمة الجاهزة والمصنعة، خاصة تلك التي تحتوي على سكريات مضافة ودهون مشبعة. حاول أن تبقي منزلك خاليا من النسكافيه أو الشوكولاتة أو الشيبس حتى لا تضطر إلى أكلها عندما تريد أن تأكل شيئا، واستبدلها بقطعة من الفاكهة. وكذلك أعطيك حلا لجوع الليل، بدلا من أن تلجأ إلى أكلات تساهم في رفع مستويات الأنسولين وزيادة السكر في الدم. عليك أن تأكل حبة من الخيار وكذلك الطماطم، فكلاهما لا تتعدى سعراتهما 30 سعرا حراريا، وكذلك تضمن ترطيب جسمك بالماء والألياف. عندما يتعلق الأمر بالتحكم في الشهية والمحافظة على وزن صحي، يلعب توازن الفيتامينات والمعادن دورا حيويا في دعم وظائف الجسم وتنظيم هرمونات الجوع والشبع. يمكن أن تؤدي اختلالات في التغذية أو نقص في بعض العناصر الغذائية إلى الشعور بالجوع المفرط أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يصعب التحكم في العادات الغذائية. من خلال التعرف على الفيتامينات والمعادن الأساسية وتأثيرها على الشهية، يمكن اتخاذ خطوات لتحسين النظام الغذائي بطريقة تدعم صحة الجسم وتسهل الالتزام بالعادات الصحية على المدى الطويل. وإليك أسباب جوع الليل الذي يعد التحدي الأكبر لمن يريد اتباع نمط حياة صحي، وهي اختلال هرمونات الجوع. الجريلين هو الهرمون الذي يحفز الشهية، بينما الليبتين يثبطها. قلة النوم أو الإجهاد يمكن أن يخل بتوازن هذه الهرمونات، مما يزيد من الشعور بالجوع ليلا. كذلك الأنسولين. مشاكل في استجابة الجسم للأنسولين مثل مقاومة الأنسولين يمكن أن تؤدي إلى نوبات جوع ليلية، خاصة إذا كان مستوى السكر في الدم منخفضا، وكذلك نقص السكر في الدم. إذا انخفضت مستويات السكر في الدم في وقت متأخر من اليوم، قد يحفز ذلك شعورا بالجوع، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في تنظيم الجلوكوز أو يتبعون نظاما غذائيا منخفض السعرات. اضطرابات النوم.
انقطاع النفس الانسدادي النومي أو اضطرابات النوم الأخرى قد تؤثر على إنتاج الهرمونات المنظمة للشهية، مما يسبب الشعور بالجوع ليلاً. الأدوية. بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب أو الأدوية التي تؤثر على مستويات السيروتونين والدوبامين يمكن أن تزيد من الشهية أو تؤدي إلى الجوع الليلي كأثر جانبي. أما الحل فهو ما ذكر في بداية الفيديو في اتباع نمط حياة صحي وموازنة غذائك وتنظيفه، فأنت تضمن عدم زيادة الرغبة في الأكل ليلاً. وكذلك سوف أخبرك عن فيتامينات لها علاقة في التحكم بالشهية. أولهم وأهم فيتامين بي، فيتامين بي 1، الثيامين، بي 6 وبي 12. تلعب هذه الفيتامينات دورا في تحويل الطعام إلى طاقة وتنظيم وظيفة الجهاز العصبي، مما قد يساعد في تحسين مستويات الطاقة وتقليل تناول الطعام المرتبط بالإجهاد أو التعب. حمض الفوليك، بي 9، يساهم في تنظيم إنتاج الهرمونات العصبية التي تؤثر على الشهية. ثانياً، فيتامين دي يلعب دورا في إنتاج هرمون السيروتونين الذي يساعد على تحسين المزاج وتقليل تناول الطعام العاطفي. نقص فيتامين دي قد يؤدي إلى اختلالات هرمونية تؤثر على الشهية. يمكنك الحصول عليه من التعرض للشمس والأطعمة مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض. ثالثاً، فيتامين سي يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد في تحسين صحة الغدد الكظرية التي تنظم هرمونات التوتر. إدارة مستويات التوتر يمكن أن تساعد في التحكم بالشهية. يوجد فيتامين سي في الفواكه الحمضية والفراولة والخضروات الورقية. رابعاً، الكروم معدن يساعد في تحسين استجابة الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يقلل من الرغبة في تناول السكريات والكربوهيدرات. يوجد في البروكلي والبطاطا واللحوم. خامساً، أحماض أوميغا 3 الدهنية لا تعتبر فيتامينات، لكنها ضرورية لتنظيم هرمون الشبع، الليبتين، وتحسين حساسية الأنسولين، مما يقلل من الجوع. يمكن الحصول عليها من الأسماك الدهنية وبذور الكتان. سادساً، الألياف الغذائية. الألياف تساعد في الشعور بالامتلاء لفترة أطول لأنها تبطئ عملية الهضم. تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات يمكن أن يساعد في السيطرة على الشهية. من الأفضل إجراء فحص طبي لمعرفة ما إذا كان لديك نقص أم لا، كما يجب التركيز على تناول الأطعمة والخضروات للحصول على المعادن والفيتامينات الضرورية. وصلنا إلى النهاية. دمتم في حفظ الله.